سيدنا الله ينصرو كان على علم بان العبيدي هو اللي كيسير سيزيام ريجيمو، رغم انه هو الغجدامي كان هو لو شيف الكبير. هذاك النهار هذاك كيتبليسا العبيدي عبد السلام. هذا الرجل هادو هو من محررين الصحراء، واقف وكيعطي القياده ديالو، الاوامر ديالو، والقرطاس كيدوز مع جنابو بحال الشتا. في سياق التعريف بالتاريخ المغربي المعاصر والحديث على مجموعة من الشخصيات العسكرية، سواء الشخصيات اللي شفنا في حرب الصحراء ولا انقلاب الصخيرات والبوينغ، فاليوم غنتكلموا على أهم شخصية عسكرية في حرب الصحراء واللي كتعلق بالعقيد عبد السلام العبيدي، أحد رجال ومحرري الصحراء الغربية المغربية. فشكون هو العقيد عبد السلام العبيدي؟ وشنو المسار الدراسي والمهني ديالو؟ وشنو الترقيات والأوسمة اللي حصل عليها في المسار العسكري ديالو؟ وكيفاش تحول من نائب الكولونيل الغجدامي القائد الراجمة الثالثة؟ وشنو كان الطموح ديالو من وراء الحروب اللي خاضها؟ وشنو قصته مع أيوب بوت الحبيب اللي كان أحد أبرز قيادي جبهة البوليزاريو؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو. عبد السلام العبيدي تزاد سنة 1940 بمدينة تطوان، متزوج وأب ل7 أبناء. من بعد حصول المغرب على الاستقلال ب3 سنوات غيبدا المسار المهني ديال عبد السلام العبيدي سنة 1959. هاد الفترة كتعتبر من أهم وأصعب الفترات في تاريخ المغرب، خاصة أنه كيمر من مرحلة انتقالية وتربص الأعداء من كل جانب، لا سيما أن المغرب كان كيهدف استكمال الوحدة الترابية من خلال إرجاع المناطق المحتلة بحال سبتة ومليلية والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. في سنة 1961 كان تواصل بين ملك المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس من أجل إبرام اتفاق حل مشكل الحدود واسترجاع منطقتي بشار وتندوف، وهي السنة اللي غيترقى فيها العقيد العبيدي لرتبة ملازم أول في سنة 1961. وفي سنة 1963 غيترقى لرتبة ملازم، وهي السنة اللي شعلت فيها الحرب بين المغرب والجزائر وتسمات بحرب الرمال، واللي كان بطلها الجنرال دريس بن عمر، واللي خصصنا ليه حلقة خاصة في القناة. هاد المعركة كانت نتيجة تنصل النظام الجزائري من الاتفاق السابق المتعلق بحل مشكل الحدود من بعد حصول الجزائر على الاستقلال، واللي كان المغرب أول الداعمين لها. وصرح بن بلة أنه ما غيفرطش في شبر تحرر بدماء الشهداء، وبالتالي عدم إرجاع بشار وتندوف للمغرب. لكن من بعد حرب الرمال وهزيمة الجزائر في هذه المعركة غيعبر بن بلة على الهزيمة ديالو بكلمة حقرونا. كلمتنا تاع الدارجة، حقرونا يا إخواني، حقرونا. هاد الهزيمة ما غينساهاش النظام الجزائري، وغتبان الآثار ديالها من بعد كيف ما غنشوفو من خلال تسلسل الأحداث. بقات الأمور هكا، وفي سنة 1969 غيترقى عبد السلام العبيدي الملازم، ومباشرة من بعد سنة أي سنة 1970 كانت انتفاضة العيون ضد الاحتلال الإسباني، الانتفاضة اللي عرفت سقوط العديد من المتظاهرين بسبب تدخل القوات الإسبانية. وكانت هذه الانتفاضة انطلاقا لتأسيس المجموعة من الجبهات، ومن بين الجبهات اللي تأسست ما يعرف بجبهة البوليزاريو سنة 1973، واللي كانت كتلقى دعم كل من الجزائر وليبيا. وفي سنة 1975 غيعلن الملك الراحل حسن الثاني على المسيرة الخضراء، المسيرة اللي كان من نتائجها خروج إسبانيا
وتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. لكن الجزائر غتعبر على الاعتراض ديالها، وفي المقابل غدعم جبهة البوليزاريو اللي ولات حركة انفصالية بغات تنشأ دولة صحراوية، واعتبرت المغرب محتل الصحراء شأنه شأن إسبانيا. بالرغم من أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن هناك روابط ولاء وبيعة بين القبائل الصحراوية وسلاطين الدولة المغربية. الجزائر كالهدف ديالها هو أنه يكون عندها ميناء على المحيط الأطلسي يمكنها من تسويق حديد غارة جبيلات، وكانت الوسيلة هي إنشاء كيان بزعامة جبهة البوليزاريو في الصحراء الغربية. وهنا غتبدا حرب جديدة وطويلة في نفس الوقت. المغرب في مواجهة جبهة البوليزاريو بدعم من الجزائر وليبيا وبعض الدول. وفي هذه الحرب غيبرزوا أبطال، ومن بين الأبطال بطل حلقتنا اليوم العقيد عبد السلام العبيدي. في هذه الحرب غيلمعوا نجوم وغتبان حنكة الجنود المغاربة، واللي قال عليهم عبد العزيز الحمداوي في صحيفة المساء سنة 2005 التصريح التالي: أنا أفتخر بالمغاربة، فالجندي المغربي غير عادي ومعترف به في كل مكان، شجاع صبور ومتحمل. وبالفعل فالجنود المغاربة وبالرغم من الإكراهات اللي واجهتهم في هذه الحرب، بحال طريقة حرب العصابات اللي اعتمدت عليها البوليزاريو والتضاريس الوعرة، بالرغم من هادشي فجنود المغرب في الصحراء حققوا العديد من الانتصارات، خاصة من سيزي أمريم واللي كان القائد ديالها الكولونيل الغجدامي، واللي بالمناسبة خصصنا اللي هو كذلك حلقة خاصة في القناة. والبداية ديال العبيدي كانت مع الغجدامي، بحيث أنه كان هو النائب ديالو في الراجمة السادسة أو ما يعرف بسيزي أمريم اللي كانت فزاعة البوليزاريو. كان العبيدي هو المسير ديال سيزي أمريم، وبالرغم من هادشي فما لمعش اسم العبيدي في هاد الفترة، حيث كان كيشتغل في ظل الغجدامي اللي كان الاسم ديالو لامع وبارز في الصحراء بين الجنود المغاربة وحتى قيادات البوليزاريو والجزائر. بدات الحرب بين المغرب والبوليزاريو ابتداء من معركة أمقالة سنة 1976، واستمرت المعارك الطاحنة حتى سنة 1980. هذه الحروب أثرت على اقتصاد المغرب وخلقت عدة مشاكل، خاصة أن الجيش المغربي كيواجه مرتزقة اللي كيهجموا كيباغتوا الجيش المغربي وكيهربوا. وهنا غتجي فكرة بناء الجدار الرملي اللي كيتعتبر خطة واستراتيجية عسكرية للتحكم في زمام الأمور. وكان هذا الجدار كيبلغ 6 أمتار تقريبا، مزود بكاميرات مراقبة ومدافع وألغام، والهدف هو محاصرة مقاتلي البوليزاريو. وتبنى هذا الجدار على مراحل من سنة 1980 حتى سنة 1987. في سنة 1981 غيوقع حصار الزاك، وغتدخل طروازيام ريم من أجل مواصلة بناء الحزام الأمني. وفي هذه العملية غيستشهد العقيد علال اللي كان قائد طروازيام ريم. وهنا غيجي الأمر باش يولي عبد السلام العبيدي هو القائد ديال طروازيام ريم. وهنا غيلمع اسم العبيدي من بعد ما كان كيشتغل في ظل الغجدامي. كانت الوظيفة ديال طروازيام ريم هي الإغاثة، فين ما كتكون شي معركة شرسة كتدخل طروازيام ريم. وكان العبيدي معروف بالقيادة ديالو الميدانية، وكان كيكون في الصفوف الأمامية. وحسب رواية أحد الشهود فشجاعة العبيدي وصلت به أنه يوجه الجنود ديالو والقرطاس كيدوز من حداه بحال الشتا. وكان الجميع كيحترم العبيدي، ماشي غير الشجاعة ديالو وإنما حتى على تواصله مع الجنود والتواضع ديالو معهم. وكان كيجلس مع الجنود وياكل معهم ويشرب معهم أتاي. قدر العبيدي في مدة معينة يكسب محبة الجنود
وقدر يجمع بين التواضع والصرامة في نفس الوقت. وكان تيقول للجنود ديالو انا القدام، الا شفتوني راجع قتلوني نتوما، وانا كون نعرف شي حد فيكم راجع نقتلو. احنا هنا في معركة، اما نقتلو اما نتقتلو. الشجاعة ديال العبيدي ما توقفتش هنا، وانما وصلت به الشجاعة يتحدى قيادي البوليزاريو، وكان اخطر قيادي في ذاك الوقت ايوب ولد الحبيب، اللي كان كيتعتبر من الجلادين في الجبهة. كان هو والغجدامي بحال المش مع الفار، البلاصة اللي كيكون فيها الغجدامي كيخوي منها ولد الحبيب، لدرجة ان العبيدي كيتواصل مع ولد الحبيب في الراديو وكيقول له انا غادي لديك البلاصة، الا مزغرت عليك امك تبعني تما. لكن ولد الحبيب ما كانش كيمشي، حيت عارف ان العبيدي من اخطر الجنود المغاربة، والراجمة الثالثة من اخطر الراجمات. كان العبيدي كيحرس العمال اللي كيبنيو الحزام الامني، وفي نفس الوقت كيدخل من اجل الاغاثة، وقدر انه يحقق عدة انتصارات على البوليزاريو. وكان العبيدي والطروازيام ريم بمثابة كابوس ليهم. ومن اهم المعارك اللي انتصر فيها العبيدي والفيلق ديالو معركة قريبة سنة 1985، حقق فيها انتصار ساحق. وفي السنة الموالية اي سنة 1986 غيدير الفيلق الثالث للمشاة بقيادة العبيدي هجوم شرس على البوليزاريو، اللي تكبدت فيه خسائر فادحة بالرغم من الدعم الكبير اللي كتلقاه من عدة دول والأسلحة المتطورة اللي كتستعملها. غيضيع الصيد ديال العبيدي، وغتوصل البطولات ديالو للقصر، وغيكسب الثقة ديال الملك الحسن الثاني. وحقق العبيدي عدة أوسمة، من بينها تنويه من درجة العرش رتبة ضابط، وصليب الحرب من الفضة، وتنويه من درجة الفيلق، وتنويه من درجة الأمة. وكما هو معروف وبديهي أن لكل بداية نهاية، فالنهاية ديال العبيدي غتكون في أشرس معركة بين الجيش المغربي والبوليزاريو، واللي هي معركة دكن سنة 1988. وكانت هذه المعركة من بعد الانتهاء من عملية بناء الجدار الرملي واستئناف العلاقات المغربية الجزائرية واقتراح خافير بيريز لخطة السلام. في 16 شتنبر سنة 1988 في ديك الليلة غيجو 6 فيالق من البوليزاريو لمنطقة دكن. 3 ديال الفيالق بقاو قدام المنطقة، و3 داروا لافريج الحائط الرملي ودخلوا حوالي 6 كيلومتر. وفي لحظة من اللحظات غيبدا الهجوم، الرصاص من كل اتجاه. الروايات كتقول انه تم نصب كمين العقيد عبد السلام العبيدي، وروايات كتقول ان الخوان بيعوا بالعبيدي وبمكان التواجد ديالو. وعلى العموم فالعبيدي غيتضرب وغيطيح، وغيجي القبطان الركراكي وغيهزو في السيارة تجيب، لكن مقاتلي البوليزاريو غيستهدفوا السيارة وغيضربوها. وهنا غيتصاب العبيدي بإصابات وجروح خطيرة، وغيتصاب كذلك الركراكي، وغيشدوهم البوليزاريو وداهم واحد المنطقة بعيدة عن الحزام الأمني بحوالي 14 كيلومتر تقريبا. ملي قربوا من العبيدي كان كيقول لهم بغيت أيوب ولد الحبيب. أيوب هو اللي تكلمنا عليه من قبل، اللي كان قيادي بارز في جبهة البوليزاريو ومعروف بالشراسة ديالو، وكان العدو اللدود ديال العبيدي. هنا غيتصلوا مقاتلي البوليزاريو بولد الحبيب وخبروه بالقصة ديال العبيدي وأنه بغى يشوفه. ملي سمع ولد الحبيب هادشي طلب منهم يقدموا ليه الإسعافات الأولية ريتما يوصل لعين المكان. ملي وصل أيوب ولد الحبيب لعين المكان شاف الجندي المصاب
واللي كان هو عبد السلام العبيدي. ملي وصل غيتوفى العبيدي متأثر بالجروح الخطيرة، إصابة في النخاع الشوكي ديالو، وإصابة تحت البطن ديالو والظهر والذراع، والسروال مقطع وهابط مع الدم. هذا المشهد أثر في أيوب ولد الحبيب، وقال كلمة مؤثرة في حضرة الجنود: الله ينعل الحرب اللي يموتوا فيها رجال بحال هذا الرجل. وكانت هاد الشهادة اللي قدمها ولد الحبيب، واللي كان جلاد وعدو لدود الجنود المغاربة، كانت خطوة أولى للانفصال ديالو على جبهة البوليزاريو والرجوع لأرض الوطن. من أعيان سكان الصحراء، قيادي سابق في جبهة الانفصالية لنداء إن الله غفور رحيم. السيد أيوب الحبيب من أعيان ساكنة الصحراء، قيادي سابق في الجبهة الانفصالية، لبى نداء إن الوطن غفور رحيم. لحظة تاريخية مجيدة، لحظة نسجلها بكل فخر واعتزاز في هذا اليوم المجيد. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى تخليو الرأي ديالكم في هذه القصة، وكذلك تصرف ولد الحبيب والشهادة ديالو في حق العبيدي، ونتلاقاو مع شخصية أخرى إن شاء الله.